الرواية ديت مكتبة إسلامية موجودة في 93 في بورتو باريس. محطة بورتو باريس مترو 13. المكتبة ديت مكتبة مغربية إسلامية، فيها كل الكتب الشرعية والإسلامية والعلمية، فيها كتب في علم النفس، كتب في علم الاجتماع، كتب لتعليم القرآن، كتب لتعليم الفقه، كتب لتعليم السنة، كتب لتعليم اللغة الفرنسية، كتب لتعليم التجويد، كتب لتعليم اللغة العربية، فرنساوي، كل ده فرنساوي أو عربي هتلاقيه، وكمان جلباب ولباس اسلامي. كل حاجه هنا هتلاقيها، والسواك والمسك، الكتب، كل حاجه هتحتاجها هنا هتلاقيها عند عم سعيد المغربي. يلا بينا يا محمود. نتفرج دلوقتي على المكتبه مع بعض، وفي الاخر هسيب لكم العنوان ان شاء الله. المكتبه ديت موجوده في بورتو باريس 93. هنا كتب حسن المسلم وكتب الادعيه واذكار الصباح والمساء، فرنساوي وعربي. كل حاجه هنقولها موجود منها فرنساوي وعربي. تمام. هنا كتب ابن كثير، تفسير ابن كثير، كتب إسلامية، وأغلب الكتب اللي هنا فرنساوي وعربي. وعندنا كتب لتعليم الصلاة، وعندنا كتب لتعليم الفرنسية، وكتب لتعليم العربية لغير الناطقين بها. وعندنا هنا جلباب للأطفال، وعندنا هنا الملابس الإسلامية كلها. عندنا هنا مسك الطهارة وخلافه. وعندنا هنا كتب إسلامية كلها باللغة الفرنسية، والجنب التاني كتب عربية. وعندنا هنا أعشاب طبعا، وعندنا مية زمزم. عندنا هنا كتب فقه الإسلامي والتفسير والتوحيد وخلافه. ولو انت عاوز تدي لحد مصحف هدية، فهنا مجموعة من المصاحف، كبير وصغير، أحجام مختلفة. لو عاوز تهادي حد مصحف فهنا هتلاقي كل حاجة. عندنا هنا سجادة الصلاة بكل أنواعها وكل أشكالها وكل أحجامها. وكمان في هنا جلباب مغربي وجلباب إسلامي وعباية الدفة، مصليات. عندنا ملابس النساء، عندنا ملابس مغربية، عندنا ملابس من دبي، حاجه زي كده. عندنا ده مغربي، عندنا ده مصري. ازيك يا عم سعيد؟ بارك الله فيك سي، شكرا كثير على الزيارة. الله يخليك والله. عم سعيد يا جماعه في محطه بورتو باريس. بورتو باريس نعم. ممكن تقول العنوان؟ 43 رو جابرييل بيري. والعنوان برضه قدامكم على الشاشه يا جماعه، اللي عاوز يجي هنا. بتفتح من الساعه كام للساعه كام يوميا؟ يعني من 10 ونصف إلى 7 ونصف 19:30 كل يوم؟ كل يوم نعم. شكرا جدا لحضرتك. وبصراحه يا جماعه المكتبه اسعارها كويسه جدا، وكل حاجه هنا هتلاقوها. هتعمل تخفيض لمتابعيني، اي حد يجي يشتري حاجه تعمل له ديسكاونت، تخفيض. مرحبا مرحبا. هيقول لك تبع حليم بس. مرحبا مرحبا يا عم سعيد. دلوقتي قدامكم على الشاشه. السلام عليكم.